اعتقلت قوات الأمن سعد الشاطر نجل نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين خيرة الشاطر فجر اليوم. ومن جانبه قال شقيقه حسن إن قوات من الشرطة داهمت منزل سعد بمدينة نصر. كما اعتقلت قوات الأمن زوج شقيقة محمد البلتاجي من منزله بالإسكندرية فجر اليوم عقب اقتحام منزله. وكانت الشرطة قد ألقت القبض على خيرة الشاطر في 5 يوليو الماضي، ويقضي فترة حبس احتياطي على ذمة اتهامه بالقتل والتحريض على القتل. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف عائشة خيرة الشاطر نجلة خيرة الشاطر، وأيضا أخت سعد المعتقل. عائشة، لو تطلعين على ما حدث. أيوة، السلام عليكم. الأول أنا بشكر قناة الجزيرة على المصداقية ومحاولتهم لنقل الواقع الأليم اللي بيحصل في مصر الآن، اللي بيغيبوا كل قنوات الإعلام المصرية المضللة والمخادعة للشعب المغيب، ونشرة الشعب المصري من خلال قناة الجزيرة إن هو كله يعني يشاهد ويشوف قناة الجزيرة ويشوف الحقيقة، يعني يرى بعين المنصفة وبعين الحق. مفيش، هم جم عندنا البيت حوالي الساعة 1 صباحا. استيقظنا على كسرهم من باب شقة أختي تسكن الشقة اللي تحت مننا. كسروا عليهم باب الشقة ودخلوا قوات بكمية كبيرة كلهم ملثمين بيرتدوا ملابس القوات الخاصة السوداء، وملثمين بيغطوا كلهم وشوشهم بالرشاشات. اقتحموا عليهم غرفة نومهم وقاموا بضرب جبهة ورموه على الأرض وطلبوا منه بطاقته إن هو يلبس حاجة في رجله، وسألوه عن سعد خيرة الشاطر أخويا. فسمعت هي حد من الضباط بيقول ان لسه في دور علوي. في نفس الوقت كنا احنا بنسمع، يعني استيقظنا على كسر باب شقه اختي في الدور اللي تحتينا. في اقل من دقائق عقبال ما وضعنا ملابسنا وحجابنا فوجئنا ان هم بيكسروا باب شقتنا. لدينا بابين قد كسروهم ودخلوا بما لا يقل عن 30 ل 35 واحد ملثم من قلب الشقه، كلهم ماسكين رشاشات في ايدهم. بيكسروا الباب، هما بيسيبوا الفاظ قذره افتحوا يا كلاب يا اولاد الكلب. ودخلوا، كان عندنا الاطفال طبعا الصغيرين قعدوا يصرخوا ويبكوا، ودخلوا بالرشاشات بتاعتهم في صدورنا وفي صدور الاطفال الصغيرين، وادخلي انت وهي جوه من هنا لحسن شوفي اللي هيحصل لك، لو مش خايفه على العيال دي دخليني لحسن اموتهم. حطوا رشاشات في صدور الاطفال الصغيرين ودهموا كل غرف المنزل. قعدت استصرخهم واطلب منهم وقلت لهم ان الاطفال نايمين وارجوكم في جزء لسه نايم، وارجوكم احنا خايفين على الاطفال دول، احنا معناش حاجه ومفيش سلاح، فين السلاح اللي انتوا تدعوا ان هو معانا؟ ولو سمحتوا تعاملوا بطريقه يعني يكون فيها نوع من الادميه. احنا لاقيين النهارده اللي واقفين عندنا مش جنود مصريين، دول زي جنود الاحتلال الاسرائيلي، بيدهموا البيوت وبيستحلوا الحرمات وبيروعوا الاطفال الصغيرين. صرخات الاطفال كانت بتعلو في البيت وعمالين يقولوا لهم حرام عليكم انتوا خدتوا جده وعايزين ايه تاني؟ سيبوا خلالنا، خدتوا جده جايين تاخدوا خلوا سعد ليه وخلوا حسن. اخذوا اخواتي الاثنين من رقبتهم ومسكوهم من ايدهم بطريقه غير ادميه وغير محترمه. الملثم فيهم بقى يمسك البطاقه الخاصه باخويا ويقول له يرميها على الارض ويقول له ميل ياض هاتها، فلما يميل يجيبها يضربه على ظهره وعلى رقبته ويركله برجله. وكان الهدف هو يعني ان هم يهينوهم ويكون في مهانه. وقفت والدتي تصرخ على الباب قالت لهم انتوا خدتوا خيرة الشاطر وخدتوا رب الاسره، عايزين ايه من الشباب الصغيرين دول وهم ما لهمش اي صفه قياديه ولا ليهم اي حاجه ولا ليهم اي ذنب، ليه تيجوا تاخدوهم النهارده من البيت؟ فقام ضربها ورماها على الارض وراح ضربني بالرشاش في بطني، ضرب كل اخواتي اللي وقفوا في طريقه، وراح قال اللي هيقف في وشي هضرب فيه الرصاص. واخدوا الاخواتي الاثنين ونزلوا بيهم تحت العماره من تحت، واخذوا سعد معاهم ركبوه وسابوا حسن. اطلقوا يعني قالوا لحسن احنا مش ما قبضوش على حسن، اخذوا سعد بس هم اللي قبضوا عليه. وحتى الان من الفجر واحنا ما نعرفش حاجه عنه. احنا الان بكلمك من امام مجمع نيابه امن الدوله في التجمع الخامس، يعني دورنا عليه في اسم مدينه نصر، دورنا عليه في بعض الاقسام ودورنا عليه في السجون وما وصلناش لاي حاجه، وبلغنا من بعض المحامين ان هو وارد يكون هنا الان. فاحنا الان بقالنا ساعه حوالي واقفين منتظرين نعرف اي خبر عنه، لان طبعا هم لما اخذوه ببيجامته وشبشبه يعني بملابس النوم كان نايم، اخذوه من على السرير، فما ادلوش فرصه ان هو يغير هدوم ولا ياخد شنطه ولا ياخد اي حاجه من حاجته. يعني انتم مش عارفين هو في اي قسم شرطه او نيابه؟ ما نعرفش عنه اي حاجه. ما نعرفش عنه اي حاجه. طيب، ذكرت في البدايه ان هم كانوا ملثمين، هل كان منهم ناس يرتدوا الزي المدني؟
3 أو 4 فقط بس اللي كانوا بيرتدوا زي مدني، وكانوا بيشتموا للأسف، وكانوا بيزقوا بإيدهم يعني، ويتعاملوا بطريقة فيها نوع من العنف ويعني وان هم يرهبونا ويخوفونا واستخدام الألفاظ الغير محترمة. نعم. يعني أول مرة نشوف أمن الدولة بيجوا البيوت بالمنظر ده. عهدناهم طول عمرهم بيدخلوا البيت وياخدوا أبي، بس كان على الأقل كان عندهم نوع من الاحترام إن هم كانوا بيطرقوا باب الشقة وإحنا بنفتح لهم الباب ندخلهم. وكنا بنشوفهم قبل كده كانوا يعني بيراعوا حرمة البيت، لما واحدة تقول إن هي لسه ما وضعتش حجابها ولبسها كامل يعني يستحوا ويجوا على جنب. طيب عقدي لي عائشة، يعني عقدي لي مقارنة بين الآن والسابق، أيام حكم مبارك والآن، بما إنه دي مش أول مرة يجوا عليكم يعني البيت. هي مش اول مره، بس انا للاسف ما بحبش اعقد مقارنه عشان ما يوصلش بيا الحاله اقول ان هم عايزيننا نقول ان ايام حسني مبارك كانت رحمه عنهم. يعني هو ظلم اسوأ واشد، ولكن يعني انا لو هعقد مقارنه فهقول لك احنا المره دي مش قدام جنود ولا اعتقال ابناء القيادات الان هو اللافت بعد نظام مبارك، بعد الثوره. طبعا وخاصه ان انا سعد اخويا يعني ناشط عادي ملوش اي ممارسات سياسيه ولا اخوانيه، ما بيمثلش مركز معين او منصب معين في جماعه الاخوان المسلمين، هو شاب عادي زي باقي شباب ابناء القيادات. وكل يعني حتى يعني ما عندناش تبرير او تفسير لسبب اعتقال السعد حتى الان، يعني الا ان هو مثلا انتقام من والدي او محاوله للوي يزرعنا. سعد ناشط سياسي عادي على الفيسبوك، يعني مش يعني ابن قائد من قيادات الاخوان، بس ما يمثلش يعني نشاط معين يتطلب او يفرض القبض عليه يعني.